النهاردة يا صديقي هندخل مع بعض في عالم الساحرات ونعرف عاداتهم وتقاليدهم، وهنشوف بطلتنا اللي بتقرر تبدأ رحلتها مستقلة بمكنستها السحرية. بس يا ترى هتقدر تثبت نفسها في حياتها الجديدة ولا هتفشل فيها؟ ده اللي هنعرفه يا صديقي لما نشوف فيلمنا مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنساش لايكك العسل وسبسكرايبك الجامد. أنا زياد ويلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم بكيكي وهي بتسمع نشرة الأخبار وبتعرف إن الجو النهاردة هيبقى معتدل ورائع، فكيكي ما بتصدق وبتروح لمامتها وبتقول لها ان النهارده هيبقى يوم مناسب انها تمشي. وتعالى بقى يا صاحبي اقول لك نبذه عن حياه كيكي، وهي انها من عيله ساحرات، ومن عاداتهم وتقاليدهم ان البنت لما توصل ل 13 سنه بتبقى لازم تسافر لاي بلد لمده سنه كتدريب عشان تعتمد على نفسها وتثبت مهاراتها. وبنفهم هنا يا صديقي ان كيكي تمت ال 13 سنه وده مع تدريبها. المهم ان هنا بنشوف كيكي بتجهز نفسها وبيبقى معاها صديقها القط جيجي، وبنعرف هنا انهم بيقدروا يتكلموا مع بعض بكل سهوله. وهنا بقى بتدخل ام كيكي وبتلبسها فستان التدريب الخاص بالساحرات، وبعدها ابوها بيدخل عليهم عشان يودع كيكي اللي بتبقى مبسوطه ومتحمسه جدا. وبالليل بنشوف اهل القريه بيودعوا كيكي، وفي الوقت ده بتبقى كيكي عايزه تقضي فتره التدريب دي بالمكنسه السحريه بتاعتها، بس مامتها بتديها مكنستها هي لانها بتبقى افضل واقوى. وهنا بقى كيكي بتبدا رحلتها وبتطير في الجو بالمكنسه السحريه، وبتقابل ساحره زيها بتبقى في فتره التدريب برضه، وبتنصح كيكي انها لازم يبقى عندها مهارة عشان تقدر تثبت نفسها. وبعدها بنشوف كيكي وهي مبسوطة جدا ومستمتعة بالجو، لكن فجأة الطقس بيقلب والدنيا بتمطر، فبتقرر انها تبات في عربة من عربات القطر على سكة الحديد هي والقط جيجي. وبنشوف هنا ان القطر مليان بعشب الحيوانات، بس كيكي مش بتهتم وبتنام عادي. وتاني يوم بتصحى كيكي وبيبقى القطر اتحرك، وبتتفاجئ ان في حيوانات بتاكل من العشب اللي تحتها. المهم انها بتخرج من القطر وبتطير في الجو عشان تشوف هتستقر في انهي بلد، وبتبقى مبسوطة جدا بالاجواء وبالبحر ومستمتعة جدا. وبتوصل لوسط المدينة وبيبقى كل الناس مستغربينها لانها بالنسبة لهم دي حاجة غريبة. المهم ان مكنسة كيكي بتخبط في عربية فتوازنها بيختل، بس بتقدر تتمالك نفسها وبتنزل على الارض وبتعرف الناس بنفسها، لكن محدش بيهتم. المهم ان بيجي رجل شرطي وبيبقى عايز يعمل لها مخالفة لانها تتحرك عن طريق المكنسة السحرية، لكن في الوقت ده الشرطي بيسمع صوت شخص بيستنجد بيه لان في حرامي، فكيكي بتنتهز الفرصه وبتهرب من الشرطي وبتمشي هي والقط جيجي. وفي اللحظه دي بيجي ولد اسمه تامبو وبيبقى مبهور بيها وبيقول لها ان هو اللي خدع الشرطي واستنجد بيه عشان ينقذها من تحت ايده، وبيحاول انه يتعرف على كيكي، بس كيكي بتزعق له وبتسيبه وبتمشي وبتعتبره انسان متطفل. وبعدها بتروح لفندق عشان تبات فيه، بس الموظف بيرفض بسبب انها مش معاها بطاقه وسنها كمان صغير. فوقتها كيكي بتحس بخيبه امل وبتبقى مش عارفة تعمل ايه. وفي اللحظة دي بتبقى واقفة قدام مخبز، فهنا أسنو صاحبة المخبز بتخرج وبتنادي على زبونة نسيت ببرونة ابنها في المحل. فوقتها كيكي بتقترح على أسنو انها تروح تدي ببرونة للست دي، وفعلا كيكي بتاخد الببرونة وبتوصلها لأم الطفل بمكنستها السحرية، وبتبقى أسنو مبهورة جدا بكيكي وانها بتقدر تطير. المهم بعد شوية بترجع كيكي للمخبز عند أسنو وبتديها ورقة أم الطفل اديتها لها، وبتبقى الأم بتشكر فيها أسنو وكمان بتشكر كيكي. ولسه هنا كيكي هتمشي بس أسنو بتعزمها على مشروب وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وأسنو بتسأل كيكي عن حياتها وإزاي بتقدر تطير بالمكنسة. فكيكي بتحكي لها عن حياتها وبتعرفها إنها ساحرة وإنها جاية عشان تتدرب. فلما أسنو بتعرف إن كيكي ما عندهاش مكان تبات فيه فبتقرر تديها أوضة في بيتها بدون أي مقابل. فوقتها كيكي بتفرح جدا وبتطلع الأوضة هي وجيجي. وتاني يوم بتصحى كيكي وبتنزل المخبز عند أسنو وجوزها وبتساعدهم في المكان. ووقتها كيكي بتقول لأسنو إنها قررت تشتغل عاملة توصيل بس ناقصها تليفون عشان تكلم الزباين، بس أسنو بتقول لها إن التليفون هيكلفها كتير والأحسن إنها تستخدم تليفون المخبز وبالمرة تساعدهم، وكمان هيبقى أحسن ليها لأن زباين المخبز كتير وممكن لما يعرفوا بخدمة التوصيل يكلموا كيكي دايما. طبعا كيكي بتبقى الفرحة مش سايعاها، وبعدها بتروح تنظف أوضتها الجديدة وبتنزل هي وجيجي يشتروا طلبات من البقالة. وفي طريقها بيقابلوا تامبو وهو مع صحابه وبيحاول يكلمها بس هي بتبقى مش متقبلاه تماما. المهم انها لما بتوصل المخبز بتتفاجئ ان أسنو بتقول لها ان جالها زبونة، فهنا كيكي بتقابل الزبونة اللي بتبقى عايزاها توصل لها هدية لابن اخوها، وبتبقى الهدية عبارة عن قط دمية شبه جيجي بالظبط. المهم ان كيكي بتبقى متحمسة جدا خصوصا ان الزبونة بتديها فلوس كتير، وبعدها فورا بتطير عشان تروح تسلم الهدية. وفي طريقها بتقابل سرب من الغربان وبتحاول تتكلم معاهم، فبتبقى مستمتعة جدا بوجودهم حواليها. لكن فجأة الغربان دي بتتحرك في الجو بسرعة، فوقتها كيكي بتقع على عش غراب وبيفضل يهاجمها خوفا على البيض بتاعه، فكيكي بتحاول تهرب منه
وبتطير تاني، بس بتتفاجئ إن القط الدمية وقع من القفص بتاعه في عش الغراب، فما بيبقاش عندها حل قدامها غير إنها تخلي جيجي يعمل نفسه دمية لحد ما تروح بالليل لعش الغراب وتاخد الدمية، لأن دلوقتي لو راحت تجيب الدمية الغربان هتطاردها. المهم إنها بتسلم جيجي على إنه دمية، وبعدها بتروح لمكان الغربان في الغابة، وبتاخد بالها إن الدمية في بيت في الغابة، فبتدخل وبتفضل تنادي على أصحاب البيت لحد ما صاحبة البيت بترد عليها وبتقول لها تطلع لسطح البيت. وهنا بقى لما بتطلع كيكي بتتفاجئ بإن صاحبة البيت رسامة وقاعدة وحواليها الغربان وبترسمهم، فوقتها كيكي بتقول لها على الدمية القط، فالرسامة بتقول لها إنها لقيت الدمية دي في الغابة، وبعدين بتديها لكيكي. ووقتها بقى كيكي بتلاحظ إن الدمية مقطوعة، فالرسامة بتعقد معاها صفقة وهي إنها تصلح لها الدمية مقابل إن كيكي تنظف لها البيت. وفعلا ده اللي بيحصل. وعلى الجانب الآخر عند جيجي بنشوفه وهو مرعوب من الكلب اللي في البيت، بس بعدها هو والكلب بيتصاحبوا وبيخلي الكلب يخرجه لكيكي اللي بتبقى وصلت لقدام البيت. ووقتها كيكي بتاخد جيجي وبتدي الدمية للكلب يدخلها. وتاني يوم بنشوف كيكي في المخبز وهي زهقانة إن مفيش أي زباين بتجيلها، وبعد شوية بتجيلها مكالمة وبتبقى زبونة عايزاها تجيلها الساعة 4:30. وفي اللحظة دي بيدخل تامبو وبيدي كيكي دعوة لحفلة نادي الطيران اللي مشترك فيها، وبتبقى الساعة 6 وبيطلب منها تيجي. وهنا بقى بيدخل زبون وبيبقى عايز كيكي توصل له شحنة لمكان معين الساعة 4، فوقتها كيكي بتعرف أسنو إنها وراها حفلة النهاردة وبتبقى مبسوطة جدا، وبعدها بتروح توصل الشحنة اللي ميعادها الساعة 4، وبعدين بتروح للزبونة اللي كانت عايزاها الساعة 4:30. وبنشوف هنا مساعدة صاحبة البيت بتستقبل كيكي، ووقتها الجدة صاحبة البيت بتعتذر لكيكي لأنها كانت عايزاها توصل فطيرة الرنجة لحفيدتها، بس الفرن الكهربائي اتعطل ومش شغال، وبتدي لكيكي الفلوس اللي كانت هتاخدها مقابل خدمة التوصيل، وبتقول لها تمشي وما تعطلش نفسها. فهنا كيكي بترفض تاخد الفلوس بدون مقابل، فبتساعد الجدة وبتجيب حطب وبتشغل الفرن الحطب، ومش بيهمها انه يفوت عليها حفلة النادي، وبتجهز الفطيرة للجدة، وبعدها بتروح تسلمها لحفيدة الجدة. وفي طريقها بتبقى بتحاول تسرع من نفسها عشان تلحق الحفلة، بس لسوء حظها الدنيا بتمطر ولبسها بيتبهدل. وعلى الجانب الآخر بنشوف تامبو وهو مستني كيكي قدام المخبز، بس بتتأخر عليه فبيسيبها وبيمشي. أما كيكي فبتوصل الفطيرة وبتروح وهي حزينة جدا لأن كده مش هتعرف تروح الحفلة. وتاني يوم كيكي ما بتنزلش المخبز كعادتها، فأسنو بتطلع لها أوضتها وبتتفاجئ إن كيكي عندها حمى، فبتعمل لها شوربة وبتاخد بالها منها وبتهتم بيها. وبعد كام يوم بتتعافى كيكي وبنشوفها وهي بتحضر الفطار، ووقتها بتنادي على جيجي، بس بيبقى جيجي اتعرف على صديقة جديدة وهي القطة ليلي. المهم وقتها أسنو بتناديها وبتطلب منها توصل لها طلب وبتديها العنوان، فبتروح كيكي على العنوان وبتتفاجئ إن تامبو مستنيها في المكان. وبنعرف هنا إن تامبو كان متفق مع أسنو على كده عشان يقابل كيكي لأنها كانت رافضة تقابله من بعد موضوع الحفلة. المهم إن هنا تامبو بياخدها وبيوريها عجلة بتتحرك عن طريق القوة البشرية، ودي بسببها كانوا عاملين الحفلة امبارح. وهنا تامبو بيقرر يخلي كيكي تجرب معاه العجلة، وبياخدها وبيسوق بسرعة كبيرة جدا كأنهم هيطيروا، وبتبقى كيكي مستمتعة جدا هي وتامبو لحد ما كانوا هيخبطوا في عربية، بس تامبو بيقدر يغير اتجاهه لكنهم بيقعوا بس ما بيحصل لهمش حاجة. المهم بعد كده بيقعدوا على البحر يتكلموا، وتامبو بيحكي لكيكي على المنطاد اللي على شكل طيارة اللي قدامهم وانه نفسه يجربه. وفي اللحظة دي بيجوا صحاب تامبو وبيعرفوه ان الكابتن وافق انهم يجربوا المنطاد، فوقتها تامبو بيعرض على كيكي تيجي معاهم لكنها بترفض وبتمشي، وبتبقى كيكي متضايقة وغيرانة لان في نظرها انه سابها وراح لاصحابه. المهم ان كيكي بتروح بيتها وبعدها بتحضر الفطار، بس بتلاحظ ان كل ما تيجي تكلم جيجي مش بيرد عليها، وبيروح لليلي القطة، فبتتخض وبتروح تجرب مكنستها السحرية في البيت وبره البيت، بس ما بتعرفش تطير لدرجة ان مكنستها بتتكسر. والمفاجأة هنا انها فقدت قوتها السحرية، ودي بتبقى صدمة بالنسبة لكيكي. وتاني يوم بتروح تعرف أسنو باللي حصل لها، وفي اللحظة دي بيبقى تامبو معدي بالمنطاد هو واصحابه وبيشاور لها ولكنها مش بتهتم، وبعدها بيحاول يتصل بيها ويكلمها بس هي بتقوله ما يتواصلش معاها تاني، وبتدخل كيكي في حالة اكتئاب بعدها. وتاني يوم بتبقى كيكي خارجة من البيت، فبتتفاجئ بالرسامة واللي كانت بتشتري مشتريات من البلد وقررت تزور كيكي. وهنا كيكي بتستقبل الرسامة في بيتها ووقتها بتحكي لها على اللي حصل لها، فهنا الرسامة بتعرض عليها انها تيجي تقضي ليلة معاها في البيت وتغير جو، فكيكي بتوافق جدا. ووقتها جيجي بيرفض يروح معاها عشان عايز يبقى مع صديقته ليلي. المهم ان الرسامة وكيكي بيوصلوا للغابة، واول ما كيكي بتدخل البيت
بتتفاجئ وبتنبهر برسمة جميلة جدا الرسامة رسماها، فالرسامة بتعرض عليها إنها ترسمها، وفعلا بنشوف الرسامة وهي بترسم كيكي، وبعدها بيقضوا اليوم مع بعض وبينبسطوا، وبالليل بيبقوا بيتكلموا عن مشكلة كيكي. فوقتها الرسامة بتقول لها إنها لازم تحاول تستعيد طاقتها وتدي لسحرها حقه، مش مجرد مهتمية بالتدريب والشغل بس. وتاني يوم أسنو بتتصل بكيكي وبتعرفها إن الجدة صاحبة فطيرة الرنجة اتصلت بيها وطلبت منها إنها عايزة كيكي تروح لها البيت. وفعلا كيكي بتمشي من عند الرسامة وبعدها بتروح للجدة، وهنا بقى الجدة بتفاجئها إنها عاملة لها كيكة باسمها مخصوص. فكيكي بتتأثر وبتفرح جدا. وفي الوقت ده بيجي خبر على التلفزيون إن المنطاد اللي على شكل طيارة اتقلب في الجو بسبب الرياح الشديدة، وكيكي بتشوف تامبو وهو متعلق على حبل المنطاد وبين الحياة والموت، فبتقرر تروح تنقذه. ونشوف هنا إن البلد مقلوبة وكله متابع الحدث. أما كيكي فبتوصل لوسط البلد، بمعنى أصح المكان اللي فيه منطاد، وبتاخد مكنسة شخص من اللي واقفين وبتحاول بكل قوتها تستعيد سحرها. وفعلا بتقدر إنها تطير، بس كل ما ترتفع تهبط تاني، لكنها بتفضل تحاول. وفي الوقت ده المنطاد بيخبط في برج الساعة وخلاص بينهار، وتامبو بيبقى على وشك إنه يقع. وهنا بتوصل كيكي وبتحاول تقرب منه، ووقتها تامبو بيقع فعلا، بس كيكي بتلحقه وكل البلد بيحيوها. وبعد كده بنشوف كيكي بعد ما استعادت قوتها وسحرها بالكامل، وكمان بقت صديقة مقربة لتامبو وصحابه وبتستمتع بوقتها معاهم. ومش بس كيكي اللي حياتها بقت أفضل، ده كمان بنشوف أسنو هي وجوزها بعد ما بقى عندهم طفل. حتى جيجي القط بقى عنده قط صغير من صديقته ليلي. وبعد فترة كيكي بتبعت جواب لأهلها وبتطمنهم عليها وبتعرفهم إنها قدرت تلاقي شغل وحياتها بقت مستقرة واعتمدت على نفسها وحياتها بقت أحسن. وبس كده يا سيدي، أشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.